بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة أفكار أم محمد DIY. ونرحب بكامل المشتركين والمشتركات سواء الجدد ولا القدم، ونقول لكم مرحبا بكم كامل في بيتكم الثاني، وش تستفادوا من كامل الأفكار اللي راني نقدمها لكم. اذا فكره اليوم كما راكم تشوفوا راح نخيطوا حامل نقود ولا بورتموني الصغير بجلد سكاي كما راكم تشوفوا بطريقه جد سهله وبسيطه، خطوات سهله وبسيطه للمبتدئات تقدروا ديروها، ايضا مشروع جد مربح. وكنت خدمت معكم بنفس الطريقه بنفس الباترون هذا راكم تشوفوا فيه. كنت خدمت معكم ايضا بورتموني ولا حامل نقود صغير بوحده القطعه مسترجعه. اذا راح نخدموا واحد هنا نفسه بسكاي. اذا القطعه تاع جلد سكاي الطول تاعها هو 20 سنتيمتر على 16 سنتيمتر عرض. اذا كتبت لكم القياس كما راكم تشوفوا. نحكموا الباترون تاعنا القطعه تاعنا بنفس القياس كما راكم تشوفوا. هنا درت الباترون يعني والله بطريقه جد سهله. نثنيو القطعه تاعنا نثنيوها على 2 ونزيدوا على 2 صافي نثنيوها على 4 ونحكموا في هذيك الجهه كما راكم تشوفوا، ماشي وين ثنينا وين مغلوقه وين مفتوحه وين نفتحوا الورقه. اذا ندير شغل هذه الورقه الصغيره نديرها قدامكم هكذا باش تفهموا. هكذا ثنيتها على 4 وريحه نرسم واحد المربع. هذا قياس لكم الاختيار، ديروا 3 على 3 2 على 2 4 على 4 يعني سنتيمتر، لكم الاختيار. نرسموا في هذيك قلت لكم منين تفتح. اذا في الوسط كما راكم تشوفوا هنايا هذيك الوسط وين تفتح لنا الورقه. شوفوا كيفاش وين نفتحوا الورقه منا من هي مغلوقه ومنا مغلوقه منا وين نفتحوا. رايحه نقصص بالمقص هذاك المربع تاعي اللي رسمته. شوفوا كيفاش يخرج لنا هنا يبدا الشكل تاعنا. اذا هذا الشكل تاع المقلمه، هذا الشكل تاع المقلمه. اذا اللي تحب دير مقلمه ديرها بهذه الطريقه. اذا حبيت نديرو بورتموني على شكل دائري من الفوق نصف دائره. اذا كما راكم تشوفوا درت بالباترون الكبير. رايح نكمل ندير هكذا نصف دائره كامل منا للطرف كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش هاي ليك الشكل تاعو نفسه. شوفوا نفتحوا يخرج لنا الباترون تاعنا. نتوما تحبوا ديروا قياس كبير قياس صغير لكم الاختيار في اختيار القياسات. شوفوا والله باترون بطريقه جد سهله. اذا هاوليك الباترون تاعي هنا حنمد لكم القياسات اللي درتها هنايا باش تكونوا يعني على بالكم. عندي هنا منا كما راكم تشوفوا 6 سنتيمتر ومنا بتقابلها ايضا 6 سنتيمتر ومنا الاطراف هذوك وين قصص المربع 3 ومنا 3. اذا منا 3 ومنا 3 كي نطويوهم يعطونا الستة هذيك اللي راهي كما راكم تشوفوا فيها 6. اذا هنا 6 ومنا لازم 3 النصف تاعها. عندي منا درت 10 سنتيمتر كما راكم تشوفوا يعني قياس عشوائي وهبطت ب7 سنتيمتر. ايضا منا 10 سنتيمتر وطلعت ايضا كما راكم تشوفوا ب7 سنتيمتر يعني نفس القياس قياس عشوائي. ونحكم كما راكم تشوفوا ندير. تقدروا ديروا بهذه الطريقه كامل اللي درتها تاع اللي نطووا القطعه تاعكم تاع سكاي كما درتها وتقصوا يخرج لكم مباشره. انا حبيت هكذا باش ما يجينيش شويه اعوجاج. درت الباترون تاعي ثبته بالدبابيس كما تشوفوا لي زيبانغل ورايحه نقصص هكذا كما راكم تشوفوا تخبيه بهذا المقص الصغير هذا تاع سكاي يستعملوه في الرشمات. رايحه نقصص هكذا باش يخرج لي يعني قياس يعني كما كنتم تشوفوا هنا الاضلوع تاعي يخرجوا لي متساويين ما كاش اعوجاج. كما راكم تشوفوا نحي الباترون ورايحه نخبيه باش نستعملوا اون اوتر فوا. نتوما باش لصاحبه المشاريع تحكموا تغلفوه كامل بيديروا له كامل السكوتش هكذا باش يبقى محافظ على الشكل تاعو تستعملوه في كل مره. اذا عندي هنا كما تشوفوا سحاب فيرميتور ايضا حتكون بنفس القياس. راح نخلي لكم القياس تاعها كما تشوفوا تاع هذيك النصف دائره. نحتاج ايضا قطعه عشوائيه لكم الاختيار في اختيار مقاييس راح تكون هي اليد تاع البورتموني تاعي. وعندي هنا كما تشوفوا هنا في بدايه البقايا تاع السكاي هما الاولين اللي رايحه نديرهم قلوب او تحبوا ديرهم يعني شكل ورده ولا لكم الاختيار ولا ما ديروش كامل. رايحه نديرهم في البورتموني تاعي باش يجيني شكل جميل ابيض مع الكروفات هكذا. نثبتهم كامل هكذا منا. ايضا هذيك راح نديرها بنفس الطريقه قلب ورايحه نثبتهم بدايه بليزيبانغل ومن بعد رايحه نخيط. عندي هنا القطع تاعي كامل جمعتهم واش نحتاج في البورتموني. اذا نخيط القلوب تاعي طريقه يعني عادي خياطه عاديه ومن بعد نروح للخطوات الجايه ان شاء الله.
اذا هنا ثبتهم، وبعد ما نثبت وبعد ما نخيط يعني حبيت ندير لكم كامل الخطوات باش يعني انا نروح نديرهم ونرجع لكم. اذا نخيطوا القلوب تاعنا ومن بعد نحكموا السحاب كيما مالفين الوجه مقابل الوجه هكذا بهذه الطريقه، ونثبتوه بالدبابيس دائما. وبعد ما نثبتوا مليح بالدبابيس رايحه نخيط كامل وين ثبت، رايحه نخيط خياطه كامل هكذا من الطرف للطرف، ومن بعد رايحه نقلب ورايحه نديروا لاستيس تاعنا هذيك اللي دائما لازم في لي بورتموني وفي المقلامات نعاودوا نرجعوا من تحت هذيك السكاي والفيرميتور ونخيطوا من الفوق كما تشوفوا. دير انا بالزجزاج، راح ندير بالزجزاج. بعد ما نكملوا هذه الخطوه راح نديروا بنفس الطريقه الجهه الاخرى الوجه مقابل الوجه، رايحه نخيط ومن بعد واش رايحه ندير ايضا رايحه نقلب بنفس الطريقه، نقلب كما راكم تشوفوا ورايحه نخيط ايضا الجهه من الفوق. اذا طريقه جد سهله وبسيطه، راح نخليكم مع بعض خطوات تاع الخياطه. اذا هنايا كنت بعد ما خيطت انا عنبت لي كنت يعني صورت كامل الخطوه اللي بقات لي هي نخيط كما راكم تشوفوا الاطراف نرجعهم تاع 3 سنتيمتر نرجعهم منا ومنا ونخيط. وانا على فين كنت قلت روحي ما خيطتش، مي معليش سمحوا لي، واش يعني حاجه سهله فقط نرجعوا هذوك تاع 3 سنتيمتر هذوك تاع الباترون منا ونرجعوها منا ونرجعوا الاخرى منا اللي مقابلتها ونخيطوا عادي. وما ننساوش اليد تاعنا نلصقوها كما راكم تشوفوا هنا وين تغلق لنا السحاب. شوفوا هنا راح نوريكم بطريقه جد سهله. والله كنت صورت كامل الخطوات لكني لقيت ومن بعد بروحي بلي صورت حاجه اللي ما لازمش تتصور. شوفوا هنا نديروا هكذوك نطوهم عادي سوا ديزون. دوك رانا لصقنا السحاب ولا السلسله تاعنا، درنا كامل الخطوات، بقاتنا هذه الخطوه الاخيره نحكموا كامل هكذا نخيطوا منا ومنا. وطبعا الجهه تاع اللي وين نغلقوا اللي وين يعني تحبس لا فيرميتور تاعنا رايحه ندير اليد تاعي هذيك تاع ديك القطعه الصغيره. وهكذا نكونوا كملنا كامل الخطوات هكذا، يعني حاجه سهله وبسيطه. كنت درت كما راكم تشوفوا هنا في الاخير واحد القطع هكذا اللي كنت نحيتهم في الاول من كي درت الباترون وقطعت البورتموني تاعي هكذا باش ما يبقاوليش هذوك الشوائب كما تشوفوا الداخل. كنت خبيت كامل هذيك الخياطه والفيرميتور هذيك اللي بقات لي زياده. شوفوا كيفاش البورتموني تاعي جا شباب ولا اروع بخطوات جد سهله وبسيطه. شوفوا ديروا في المفاتيح تاعكم ان شاء الله ربي يفتح علينا كامل. ديروا شويه تاع الصرف ربي ان شاء الله يرزقنا كامل يا ربي. شوفوا ومازالوا يعني فيه اللي صح صغير مي يرفد الله يبارك. شوفوا دائما نقول لكم هنا وين الفيرميتور تتغلق وين هنايا نديروا اليد تاعنا. شوفوا باش كي نرفدوا هكذا من اليد شوفوا كيفاش هنا يكون تحت. شوفوا الجهه المغلوقه هكذا باش ما يطيحوناش الصوالح تاعنا. دائما هنا وين تتغلق وين نديروا اليد هكذا باش تكونوا على بالكم. شوفوا هنايا البورتموني تاعي جا شباب بزاف. ديروا مشروع جد مربح. بالنسبه للسعر هكذا راح يكون يعني السعر تاعو حوالي كاقصى حد 20,000 200 دينار جزائري كاقصى حد. يعني اذا هبلنا راح نبيعوه ب 20,000 ولا يعني لا حبينا نساعدوا راح يكون 150 دينار جزائري يعني 15,000. اذا كانت هذه فكره اليوم جد سهله وبسيطه ويعني تقدروا تعتمدوه كمشروع جد مربح بالنسبه لصاحبه المشاريع. في الاخير نقول لكم تلاقوا مع فكره جديده ان شاء الله. الى اللقاء ومع السلامه.